السلام عليكم واش الخوت ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة جورنال وداد. غبرنا عليكم بزاف ديال الوقت بسبب الظروف ديال المرض، عافانا وعافاكم الله. ورجعنا لكم دابا بفيديوهات وان شاء الله فيديو كل نهار. قبل ما نبداو متنساش بغيت دير معاك ديك ابوني ودير معاك واحد لايك للفيديو واش بارطاجي الفيديو مع صحابك. ويلا نبداو. في الخبر الاول هو المترجي يفسخ عقده مع الوداد بالتراضي. أنهى الفريق اليوم إجراءات ديال فسخ العقد مع زوال المترجي بالتراضي. فكيف ما كنعرفوا أن زوال المترجي دوز كارير كبير مع الفريق ديالنا اللي دام من 14 سنة، اللي بدا من مدرسة الفريق وطالع حتى وصل الفريق الأول، ولعب معنا عديد السنوات وتوج بها بعديد الألقاب اللي كان أهمها هو جوج عصبة الأبطال اللي كان هو سبب واحدة منهم فاش ما ركز بيوتا ضد الأهلي المصري في النهائي ديال 2022. ولكن لكل بداية نهاية. زوال كيبقى واحد من أبناء الفريق اللي دوز مسار زوين في الفريق وكان عندهم تأثير، وفاش بقى عندهم عطل الفريق قرر أنه يمشي يقلب على راسو بلاصة أخرى وميبقاش شاد بلاصة ديال واحد آخر. في الخبر الثاني، جبراني وجالس إدارة الوداد. كان جلسة عشية اليوم اللي جمعت إدارة الفريق برئاسة البرناكي مع يحيى جبران، ولكن لحدود اللحظة مازال معرفش السبب ديال الجلسة. كاين أخبار كتقول بأنه بخصوص التشاور بخصوص أمور متعلقة باللاعبين أو بخصوص مستقبل اللاعب مع الفريق، إما التجديد أو المغادرة يستفيد الفريق من بيعه، ولذا فهذه ممكن أن يذهب مجانا في الصيف. وبخصوص مستحقاته العالقة كيف سيتم تدبيرها، وعلى العموم فكيبقى مردود جبران هذا الموسم فراه ضعيف مقارنة مع المواسم السابقة. هذا عنده بزاف الأسباب اللي من عدم استقرار الفريق. حنا عارفين أهمية جبران كشخص قبل كلاعب في الفريق، ولكن كيبقى الفريق فوق كل اعتبار. ودابا ندوزو الأخبار الانتدابات، واللي كيف ما كنعرفو عندنا نقص كبير في التركيبة البشرية، واللي كنشوفو أن الفريق بعد مباريات كيعدي بلاعبين ديال وسط الميدان كأظهرة أو لاعبين ديال الأجنحة كيعاودوا مهاجمين. هادشي اللي ما خاصش يكون في فريق بحجم فريق الوداد الرياضي، وهادشي اللي خاص يكونوا انتدابات قوية في هاد الميركاتو الشتوي باش يقويو التركيبة البشرية ديال الفريق، وما يبقاش داك المشكل ديال ان الفريق كيعدي بلاعبين في مراكز غير المراكز ديالهم. فكيف ما شفنا ان الدراوي تعذب في هذا الموسم بانه يا كيلعب ظهير ايمن يا كيلعب ظهير ايسر، وقليل فين كيلعب في المركز ديالو اللي هو وسط ميدان. وهادشي اللي كيخلي اللاعب ما يرتاحش في المركز ديالو وما يرتاحش في اللعب ديالو، وكيخلي حتى المدرب عنده الخيارات قليله وما يمكنش يبدع وما يمكنش يبان لك اللمسه ديال المدرب وهو كيلاعب لاعب في غير المركز ديالو في واحد المركز اخر. وهادشي اللي كان في أخبار هاد الأيامات أنه كاين هناك انتدابات قوية في هاد الميركاتو الشتوي وبخصوص الانتقالات. فالشماق قريب للوداد كبديل ليحيى عطية الله حسب الصحفي عادل العماري اللي تم سؤاله صباح اليوم عن انتدابات الوداد، فراه أكد أنه كاين انتدابات اللي منها ظهير أيسر في البطولة كان تحت قيادة المدرب رضا حكم. فكنا كنعرفوا أن الشماق شحال من ميركاتو كدور عليه الهضرة وما كيجيش، ولكن غالبا حيت غيمشي يحيى عطية الله في هاد الانتقالات فراه غيتم التوقيع معاه، وخصوصا أن الشتيكا ديال الإصابات وميمكنش تعاود ليه العام كامل بوحدو كظهير. وكنعرفوا أن الشماخ هو أهم عنصر في الحسنية في هذا الموسم الأخيرة، فأنا غيكون انتداب مزيان إن تم الأمر. وحسب عادل العمري أيضا فرا الفريق مفاوضات أيضا مع مهاجم نيجيري اللي غيتم التوقيع معاه وطلب من فوزي بن زرجي اللي كيعرف هذا اللاعب عن قرب ويمكن كان دربه في شي فترة من الفترات. وأيضا كاين مفاوضات مع لاعبين من جنسية كاميرونية، الأول مهاجم والثاني مدافع أوسط، ولكن كيبقى التخوف من المدافع الأفارقة لقلة الخبرة ديالهم والتهور ديالهم كما كان الشيخ كومارا. وذكر أيضا أنه كان مفاوضات مع لاعب وسط ميدان هجومي اللي عندنا منه خصاص كبير ذلك بعد رحيل الحسوني، ولكن لحد الساعة ما عرفاش الهوية ديال هاد اللاعبين. كنتمناو تبقى معروفاش حتى تتم الصفقة وما تكونش عليهم كثرة القيل والقال. وفي الخبر الأخير البنزرتي لن يذهب من الوداد. أكد فوزي بن زرشي في سولات واحد القناة تونسية على المستقبل ديالو مع الفريق أنه مكمل مع الفرقة واخا يجي عرض مزيان من أي فريق في تونس أو لا خارج تونس. وأكد أنه ماشي غدار باش يخلي الفرقة في هاد الظروف، وبالرغم أنه كان ناوي يمشي فاش خسرت الأس في لأسباب منها عدم انضباط اللاعبين وأن القرار ممشاتش معاه. كما كنعرفوا أن فوزي بن زرشي من المدربين اللي إذا شاف راسو كيشكل عائق للفريق فراه كيمشي وكيخليه. كانت هذه هي أخبار اليوم، نتمنى إعجابكم الفيديو. متنسوش ديروا واحد لايك وتهبطوا تشتركوا في القناة وتبارطاجيو الفيديو مع أصحابكم.
إلى اللقاء.